السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير متابعين الأعزاء. قلما يخلو بيت منه الآن وبات استخدامه لا فكاك ولا استغناء عنه لدى معظم الناس، فهو يوفر الوقت والجهد. إنه الميكروويف. ولكن هل يوفر الصحة أيضا؟ عند قيامكم باستخدامه والاستمتاع بالأطعمة المحضرة عليه، هل تبادر إلى مخيلتكم مدى المخاطر والأضرار التي تلحقونها بأنفسكم؟ قامت طالبة في المدرسة الثانوية في بريطانيا بإجراء تجربة علمية مثيرة للاهتمام في مادة العلوم، حيث أثبتت من خلال هذه التجربة أن التسخين بأفران الميكروويف يتسبب في تأثيرات ضارة وخطيرة جدا على الأطعمة والسوائل. وحسب تلك التجربة المثيرة، فقد أحضرت الطالبة كمية من المياه الصحية المفلترة قامت بتقسيمها إلى نصفين متساويين، وبعد ذلك قامت بتسخين النصف الأول إلى درجة الغليان باستخدام إناء على فرن غاز عادي، في حين قامت بالأمر نفسه مع النصف الثاني من الماء المفلتر ولكن باستخدام فرن مايكروويف هذه المرة. بعد ذلك قامت بتبريد الماء في الإناءين، ثم قامت الطالبة باستخدام النصف الأول لري نبتة، في حين قامت باستخدام النصف الثاني والذي تم غليه باستخدام الميكروويف لري نبتة ثانية مماثلة للأولى من حيث الشكل والنوع والعمر والمواصفات. وقد أرادت هذه الطالبة من وراء تلك التجربة أن تكشف وترى إذا ما كان هناك أي فروق في نمط نمو كلا النبتتين، وهو الفرق الذي كان من المفترض له أن يكون السبب من ورائه هو نوع الطريقة التي تم من خلالها غليان الماء. ومن الملفت للنظر أن النتائج كانت مؤشرا خطيرا على وجود خطر، ولتؤكد أيضا وبشكل علمي ومنطقي وتجريبي بأن التسخين باستخدام الميكروويف ينطوي على مخاطر جمة وأضرار جسيمة تهدد الصحة. فمن نتيجة التجربة أن الدخول على مراحل والموت في نهاية الأمر كان مصير النبتة الأولى والتي سقيت بالماء الذي تم تسخينه باستخدام الميكروويف، في حين لم يحدث شيء من هذا ولم تذبل أو تموت النبتة الأخرى والتي تم إرواؤها وسقيها بالماء الذي تم تسخينه طبيعيا. وتأكيدا لهذه النتائج التي كشفت عنها التجربة، فقد كانت هناك نتائج لدراسات علمية متقدمة كشفت بدورها هي أيضا عن أن المشكلة في أفران الميكروويف لا تكمن فقط في الإشعاعات التي ممكن أن تتعرض لها مباشرة، بل إنها تكمن أساسا في كون أن تلك الإشعاعات الصادرة ما هي إلا عبارة عن موجات لاسلكية فائقة التردد، وتتسبب بدورها في تخريب وتدمير البصمة الوراثية لحمض DNA والمتعلقة والخاصة بالطعام والشراب، وذلك الأمر الذي سوف يؤدي بدوره إلى جعل الجسم البشري بالتالي غير قادر على التعرف على تلك البصمة عند قيامه بهضم ذلك الطعام أو الشراب. والسؤال الآن، هل لا زلت ترغب في استخدام الميكروويف أم أنك ستعود إلى الطريقة التقليدية في طهو الطعام؟ انتهت الحكاية، شاركوها مع من تحبون ولا تنسونا من صالح دعائكم. مع السلامة.